جبتوني داخل الدوله السودانيه ما استفدني منكم اي حاجه. حتى الحريات الاربعه ذاته ما مطبقه من قبلكم ذاته يعني. ما مطبقه. الان الشعب السوداني الان الشعب يا اخي نحن وديني وايماني ورب الكعبه الدوله دي كارثه عديل. يا اخي زول استاذ علاء الدين بيتكلم عن قضايا حقت بلده، انت مالك انت يا عمك زعلان؟ ده زول بيتكلم عن قضايا حقت بلده، بيتكلم عن موارده، الموارد دي حقته كسوداني، هو ده حقوقك انت، قال لك حقي، قال حقي قلب. ده زول بيقول لك اديني حقي يا اخي، انت مالك انت ناطي من هناك وزعلان وبرهان وتفاصيل زي ده زول. مالك انت في شنو الناس زعلانين في الحته دي وبرنامج زي ده؟ ما نشوف القضيه دي، القضيه الموجوده دي اذا كان زاد في السودانيين اللي بيطبلوا الناس زي ذاته، اذا انت ما عندك الجرأة توصل صوتك للراي العام وتوصل صوتك للحكومه السودانيه، عليك الله اصمت بس. اصمت، ما تقدم اي انتقاد بين المرحله دي. وانا طبعا اتكلمت في فيديوهات وفي ناس بيعلقوا لك بين يا اخي والله البلد دي يا اخي نحن ناس اخوان والدوله ناس والله فيها 4 مليون السودانيين دي، والمفروض في الزمن ده ما تفتحوا الموضوع، ونحن عندنا الجنجبيل وبرنامج زي ده. الجنجبيل ده الان احنا داقينه في الميدان، داقينه في الميدان 6-0 يعني. ما شوف نحن امور زي ده خلاص يعني، نحن طفح الكيل هذا، طفح الكيل هذا، لان يا اخي ما الموارد الان اللي بيصدر الناس دي يا اخي ما في زول كده عاقل بيصدر الناس اساسا على دين. ما في زول بيصدر الاناث يا اخي. انت لما تصدر الاناث لمصر وتصدر يا اخي، هي بلد دي بتصدر راها وبتصدر لكل الدول الخليج يعني. انت لما تصدر للبلد دي تصدر الاناث، الدول دي ما تكتفي ذاتيا، دي بتكتفي ذاتيا. السيد كامل ادريس ورئيس الثروه الحيوانيه دي، الدول دي بتكتفي ذاتيا. انت حيصدر منك منو انت يا اخي؟ الدول دي سعيدنا مشروع ل 2050 2040 تكتفي ذاتيا من الموارد حقتك انت كسوداني يا اخي، وبيطلع بيستفزك في الاعلام يا زول. نتكلم كده، نتكلم عديل، اقتصاد عديل يعني. الدوله دي يعني مثلا قايمه على شنو يعني؟ ما قايمه معروف على الساعه وشويه الغدر موجود يعني. لكن انت الدوله السودانيه انت عندك القاره السمراء هذول يعني. انا رجل ناس نمتلك الثروه الحيوانيه، ناس نمتلك كل الثروات، نمتلك السمك، نمتلك الكركديه، نمتلك الفول السكو يعني. احنا دوله يا زول، نحن ما لعب، نحن افريقيا. نحن لو ما الحروب الموجوده دي، لو ما الحروب الموجوده على الدوله السودانيه دي زي الزمن ده نحن مشينا بعيد جدا يعني. انتوا تعرفوا الحته دي. فشوف انا رسالتنا لكل الشعب السوداني، رسالتنا للشعب السوداني، القضيه الان الموجوده دي، القضيه بتاعت الموارد دي، انت اخوك سوداني يا استاذ علاء الدين ام الغدر الاسمر ام اي زول، ام انا شخصيا بتكلم في القضيه دي ما تعارضني. انا زول اخوك سوداني زيك كده، انا ما ضدك يا زول، انا ما ضدك، انا بتكلم عن مصلحتك انت. انا بقول لك يا اخي اسي زي الموارد دي، لان نتكلم بس البرنامج بتاع اللحوم دي. اسي اللحوم دي لو فعلوا المصالح، مثلا افترضنا زي المسا كان بتاع الكدر وفعلوا المصالح وشغلوا الشباب، لو كده ساي البهايم دي عديله اللي بتمشي الحياه دي، ان احنا عملنا دخل الدوله السودانيه وبقينا نصدر لحوم بس، دي ما فايده للشعب السوداني. نشغل الشباب الموجودين نعمل مصالح. اسي زي البرنامج المنشات الان الموجوده بتاعت الكباري بتاع الشمال والبرنامج زي ده، ما في دول مقدمه زي الصين. الناس ده كل ما بيجيبوا الصين، نحن ما نجيب الصين داخل الدوله السودانيه، ما نتفق معانا نجيبها تبني البرنامج بتاع الكباري ده يعني، تبني الكباري وتبني المنشات الحكوميه الموجوده دي. نعم. انت يا اخي دوله يعني. ما انا والله ذاته انا ما اعرف يا اخي، تحياتنا للمسؤولين، لكن انا ما اعرف ما نقول كلام كده يحسب علينا داخل الدوله السودانيه. نعم. فانا طلت على الناس يعني، لكن انا كلامي كثير يا شيخ علاء الدين، وممكن تدينا فرصه نكمل الحديث. لا حافظ عيش بيك. بس زار المشرفين عليك الله، في عبد الله الاسد ومروان شونه ده يرفعوهم عليكم والله يا شباب. اكتبوا تعليقات خليه يرفعوكم، عبد الله الاسد ومروان شونه. في قبل نمشي لاماني شاخيتي، الجماعه ديل في الحدود يا جماعه كل يوم قاعدين يرفعوا الوتد بتاعت الحدود بالنزول قدام جاي. دي برضه لازم الناس يعرفوها. ما الحدود دي ما في حدود مخططه وخاتين اوتاد، ده حدودنا هنا، وهم يوميا بيلزوا اللي هو البراميل او الصب الخاتينها في الحدود بيلزوها لجاي، يعني زحفين داخل الاراضي السودانيه. المعلومه دي لازم يعرفها الشعب السوداني، انه الدوله المصريه والمخابرات المصريه شغالين في الحدود حقتنا كل يوم بيلزوا، كل مره بيزحفوا بيلزوا الحدود لجاي، بيحولوا العلامات بتاعت الحدود داخل الاراضي السودانيه عشان يتوسعوهم شمالا. المعلومه دي لازم تعرفها الدوله، ولازم يكون في خبراء وعندنا ناس يمشوا يقفوا في الحاجه دي، لازم، لانه الناس طمعهم واضح جدا جدا. طيب الشيء الاخر، انت تكلمت عن الموارد قبل ما ندي المايك لشاخيتي. اسمعوا ده رئيس دوله بيقول الكلام ده كويس. نحن عايشين من وين؟ بيصنعوا من وين؟ اسمعوا بس، اسمعوا ده رئيس دوله. احنا ما عندنا الثروات، وانا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم ان في الدوله
المصريه ثروات. وانا كنت اثناء الترشح جبت شيخ البحث والتنقيب، كان هو يتوفى يعني، كان عنده ساعتها 85 سنه، فبقول له قول لي ايه اخبارنا في يعني على خريطه مواردنا من الثوره المعدنيه. قال لي احنا عندنا 3 حاجات عشان اريحك، الثروه يعني حجم هائل، لكن ممكن يبقى عندك شويه بترول شويه غاز يعني، لكن عشان يبقى عندك كميات تقدر تقول ان هي تمثل دخل ريعي حقيقي، لا احنا عندنا رمل وعندنا رخام وعندنا حجر جيري. انا قلت الكلام ده بطريقتي انه دي دوله عليها ديون ما عندها موارد. الشعباني ده طلع نبذنا، وهسه الجوطه الجايه يقول له قال يلا هم هسه بيقول على الدين اساء لمصر. الاساءه في شنو؟ هم اللي اساءوا لنا. انا قلت لهم حتى المصري الزول ده والقواجين اللي بيطبوا لمصر قلت لهم طلعوا فيديو انه انا اسيت لمصر. انا قلت وقت وزير المعادن يا وزير المعادن، الدوله دي ما ممكن توقع معاه، دوله عليها ديون، دوله عايشه على الرز، على المعونات الخليجيه، المعونات الامريكيه، دوله مفلسه، ده ما حقيقه وما عندها موارد، وده كلام رئيسه ما عندهم موارد. لا انت اسيت لمصر واسيت للشعب المصري. طبعا الطبالين تفضل يا ماني حبايبي يا جماعه، ارفعوا توباك وارفعوا مروان شو انا ده ارفعه حبايبك يا شاخيتي وعبد الله الاسد شاقيتي حبابك. اديهم الفرصه الجايه انا اتكلم في البرنامج ده، لان عارف فعلا. السلام عليكم.